فارس غجيميس 23 سنة، جناح أيسر، عنده أهداف ومهارات عالية. نبدأ بالأهداف. ما يخلصوش. شو كيفاش عنده الإنهاء عالي. لاعب لي يمتاز بالسرعة والإنهاء عالي. شو كيف هي ماركي هذا. يفكرني في محرز في اليامات ديالو. ياه شو كيف يخلطك يمين يسار ويحطها في الجول. ياه عنده شغل خليط بين السرعة والتحكم العالي في الكرة اللي يخليه يمدك الإنهاء العالي. وأكتر حاجة مليحة فيه ما عندوش تردد أمام المرمى. يتيري ما يخافش. هذه الحاجة بزاف مليحة. وشو السرعة ديالو، عنده سرعة خارقة. لاعب لين نقول لك ما يفكرش 6 مرات. شو قنابل، تسديدات مؤطرة في المرمى. أني نقول لك مراوغات، أهداف ولا في الأحلام. شو كيف يعلقها. با با با. مستوى عالي هذا. وينشط في الدوري الإيطالي. الفريق تاعو متصدر درجة الثانية الإيطالية. شو الأهداف تاعو با. شو أنا نقول لك. شوف هنا كيفاش كمهاجم ثاني يسجل هدف ويتبع الكرة مليح كمهاجم ثاني. دي لاحظتها فيه. شوفوا هنايا كيفاش كتخبى وسجل الهدف. وعنده مراوغات، مهارات عالية. شو كيفاش بالقوة والسرعة يخرج. شو طايح أكتر من نهاية ياه. كي دلو هنايا راح خلطوا. شو أروح لهذا. 1 زوج يا بابا. سرعة وقوة بدنية. شو كيفاش طاح ونهض. أنا نقول لك يطيح وينوض. ويديروا عليه بزاف الأخطاء. ديروا ماركيتها وحتى في تمريرات يقشل لصحابه باش يماركي. شو أنا كيفاش قشلو. مراوغات، سرعة وتمريرة حاسمة وهدف. شو كيفاش يمرر. مسطرها. الله المستوى. يخرج منه. لا يخرج منه ده اللاعب. حتى التمريرات الحاسمة ويقشر. وعنده كما قلت مهارات عالية. شو الكنترول على طريقة الرياض. ياه شو با فيها الريحة. وعنده رقم 7. ياه راك تشر. هذا مستقبل وفي عمر 23 سنة ما تنساش. المستقبل لا قدامه. بزاف لاعبين خرجوا من الدرجة الثانية، منهم مازا ما تنساوش، او في ليفركوزن. هذا العام الجاي تشوفوه في كاش فارغ. شو با. وش رايكم في هذا اللاعب؟ بديل محرز ولا كيفاش؟ يباني يخرج منه كاش حاجة.